استاذ عزه كان عندها قطع في الغضروف الهلالي الداخلي للركبه. القطع ده كان عامل لها الم شديد جدا، ركبتها بتعلق، عامل لها مشاكل كبيره جدا. جت لنا نورتنا في العياده، قالت لنا احنا عايزين نعمل عمليه في نفس الاسبوع. طب يا استاذ عزه نحجز لك ميعاد؟ قالت لي انا مستعجله وعايزه اعمل عمليه. الم شديد جدا على الرغم ان سنها صغير، بس كان معطل لها وموقف لها حياتها. هنسمع تجربتها بعد العمليه، هي بتيجي جايه تزورنا بعد 3 ايام من العمليه. ممكن تقولي لي ايه الاعراض اللي كانت خلتك عايزه تعملي العمليه؟ رجلي كانت بتقف. لما كنت بنزل من العربية أو أطلع عربية صعب جدا. لما كنت أطلع سلم صعبة جدا جدا، ما كنتش بعرف أطلع ولا أنزل، وكانت موقفة لي كل حياتي. انا عاملاها يوم الثلاث، يعني النهارده اديلي يومين بالظبط. الحمد لله بمشي والدنيا حلوه، وحاسه ان انا رجعت 20 سنه لورا. انا من النزهه الجديده وجيت هنا الدقي، وبالصدفه وانا بقلب في الفيس لقيت دكتور اسامه. ده من حسن حظي الحلو ان ربنا كرمني بدكتور اسامه ودكتور محمد رفعت بجد. ربنا يكرمك. وانا بشكرك يا دكتور وكتر الف خيرك. اخر حاجه بيفكروا فيها الفلوس، فعلا عندهم اهم حاجه المريض، بيطمنوا عليه، ويعني بيعملوا اقصى جهد عندهم للامانه. لقيت اعلان لدكتور اسامه مندور، قلت اروح اجرب واشوف الدنيا فيها ايه. بجد يعني انا جيت وما ندمتش، بجد انا ما ندمتش. اللي هيجي هنا مش هيندم. انا كنت تعبانه جدا جدا، وكنت حاسه ان انا عندي 80 سنه. ربنا يخليك يا دكتور. بشكر حضرتك بجد بجد، ومهما اشكر حضرتك عمري ما هوفي محبتك، وعمري ما هوفي الجميل اللي حضرتك عملته معايا، ان انت وقفتني وخليتني مشيت. لا الله يكرمك.